السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هو العيد سالا حلاوي سالاو، ولكن هذا الفيديو بالذات البنات غتحتاجوه حفظوه عندكم فغيمون، غتحتاجوه للاعياد الجايه. اليوم غنوريكم اسراري مع غريبه، الغريبه معلكه بالكركاع اللي ما فيهاش دقيق. غنوريكم السكر اللي كنفردوا فيه غريبه، كيفاش يمكن لكم سكر سبيسيال صايبو في الدار وكتجي ناقصه حلاوه. تبعوا الفيديو حتى الاخر، الفيديو راه فيه 3 دقائق خفيف الظريف. قشيره نتاع الحامض اولا نتاع الليمون، انا كانت عندي واحد الليمونه هي اللي درت القشره نتاعها، قبيصه نتاع الملح وكاس واحد نتاع السكر، ما يعادل تقريبا 100 غرام. كما كتشوفوا راه ناقصه السكر. عبرت لكم داكشي بالغرام، انا ما كنعبرش بالغرام ولكن عبرت لكم بالغرام. غنخليكم الوصفه بالغرامات في صندوق الوصف. 200 غرام ديال الكوك، 400 غرام ديال الكركاع مطحون، ماشي مطحون حتى تيولي عجينه ولكن مطحون، يعني كما كتشوفوا راه مطحون. ساشي نتاع الفاني وساشي نتاع الخميره ديال الحلوى ما يعادل 15 غرام، معلقه صغيره نتاع الزبده. تستغناو عليها الا كان الكوك ديالكم ميدم. كما كتشوفوا انا الكوك ديالي ناشف شويه. بيضه وحده، تقدروا تحتاجوا البنات البيض اكثر الا كان لحقاش الا استعملتوا اللوز ما كيكونش ميدم بحال الكركاع. تقدروا تحتاجوا بيضه ونص ومعلقه كبيره نتاع المربى، اللي ها كان المربى عندي ديجا فيه المزهر، يعني مخلط المزهر استعملته في الحلوه اللي كنت درت قبل من هذه وبقى عندي. كتبقاو فغيمون كتعلكوها حتى ما تبداش تلصق لكم. المساند الرسمي اختي الغريبه هو القصريه. داك لي بول وداك الشيء ديال الدجاج ما خدامش هذه الوصفه. قصريه اختي، ولا كنتي مفكره شي حد عندك عليه شي غدايد، علكي وبردي الغدايد في الغريبه. البنات هاد الغريبه راه كتجي فريمون معلكه، ما كاينش اللي كيذوقها عندي وما كتعجبوش. كما قلت لكم يمكن لكم تخلطوا، يمكن لكم ما ديروش على الكركاع بوحدو، يمكن لكم ديروا نص لوز نص كركاع، ويمكن لكم ديروها باللوز عوض بالكركاع. اللوز من الاحسن ديروه بقشورو باش كتجي هكا شاده راسها. كتاخذ منكم تقريبا الوقت ديال العليك حتى ما تتبقاش تلصق، 5 دقائق هكاك حتى ل 6 7 دقائق. وانتم كتعلكوا فيها راه كما قلت لكم ما كتبقاش كتلصق. يمكن لكم توزنوها، ديروا هكا الغرامات اللي بغيتوها زعما تجيكم قد. انا عيني ميزاني مولفه كنصايبها، داكشي علاش يعني ما كنعبرش. اليوم غنشارك معكم في السر ديال الغريبه. السر هو داك السكر سبيسيال اللي كنمردو فيه غريبه، الا كنمرمدو فيه غريبه. الا استعملتوا السكر عادي كما كيقولوا كيكون فيه هكا حبيبات، والسكر سبيسيال كيتباع في المغرب. الناس في اوروبا كيكون عندنا هذا السكر كلاصي العادي. كتاخذوه كتغربلوه 250 غرام. 250 غرام كتزيدوا عليها معلقه كبيره نتاع النشا وساشي نتاع خميره نتاع الحلوى. هذه كنت شفتها في واحد القناه ديال شي بنت، والله تنسيت على سميتها، تقريبا دابا اكثر من 7 سنين، ومن تما وانا كنستعملها. كيبقى البنات السكر كلاصي ديال غريبه غزال. حاجه الثانيه، الا بغيتوا غريبه ديالكم تهز لكم السكر كلاصي مزيان، فاش تكونوا كتكركبوا الكريكبات نتاع غريبه غطسوا يديكم في المزهر. انا ما درتش يدي في المزهر لحقاش بغيتها تفند، ولكن ما بغيتهاش تهز ليا داك الكيلو ديال السكر وتجي هكا حلوه بزاف. البنات كتجي الحلاوه ديالها فغيمون مقبوله. بالنسبه للكركعات او اللوزات اللي غتلصقوهم من الفوق، يمكن اللي غتلصقوهم في المزهر غيذوبوا لكم الحلوه ديالكم. يمكن لكم ديروا شويه البيض مع الفاني وتلصقوهم، يمكن لكم ديروهم بلا ما تلصقوهم. كتدخلوها الفران مسخن على درجه حراره تقريبا 160 من الفوق ومن التحت على الفرفره هكا. كتخليوها حتى تطيب وتشقق. انا كتعجبني تجي محمره، نتوما يقل لكم تخليوها بلا ما تحمر وكتخرج. وعود اللي قدمتوها لي راه غيقول لكم الوصفه. البنات هذا الفيديو فريمون جربوه، وضروري ما تجيو تكتبوا لي كيفاش طلعت لكم. هذه غريبه المعلكه ديالي كيفاش كنصايبها انا في داري وكتعجب الناس اللي كيجيو عندي. تلقاو فيديو جديد. باي باي.